السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في دوتشاو استوديو. والنهارده هنتكلم على إزاي تعمل بوث في بلندر، والبوث هو الكشك اللي أنت بتشوفها في المعارض أو في المولات أو أيًا كان. طبعًا الموديلنج بتاع البوث هو من أسهل ما يكون، يعني حاجة سهلة جدًا ومش محتاج حاجة، حتى الmaterial هي material basic جدًا، أنت مش محتاج حاجة realistic ولا محتاج أي حاجة صعبة، أنت محتاج بس توضّح الموضوع. ولكن في 6 حاجات لازم تكون أنت عارفهم كويس أوي وأنت بتكلم العميل بتاعك، أو حتى وأنت بتعمل model عشان عايز تبيّن إن أنت بتعرف تعمل design للبوست أو لحاجة زي كده. الفكرة كلّها إن هل المحلات اللي موجودة في المولات دي تعتبر من تصميم البوث؟ أيوه تعتبر، لو أنت فاهم مبادئ التصميم الحاجات اللي أنا هاقول لك عليها دلوقتي، هتكون عارف إزاي تكلّم العميل وتفهم منّه الموضوع ماشي إزاي، عشان خاطر وأنت حتى بالdesign تبقى بالdesign صح. فأول حاجة بمنتهى البساطة هي المقاسات. لازم تكون عارف إيه هي المقاسات العامة للمكان اللي أنت هتعمل له design، أو المكان اللي الراجل ده واخده من المول أو من المعرض أو أيًا كان. طبعًا في أشهر حاجات موجودة وهي مثلًا 3 في 3 و3 في 4. فإحنا هنا كده لو جينا جبنا shift A وجبنا plane، الplane دي بتيجي لك 2 في 2. فأنت هتخش هنا هتخش على الdimension، هي دلوقتي 2 في 2، فأنت مثلًا هتخلّيها 3 في 3. فده كده المقاس اللي أنت هتشتغل عليه عشان خاطر كل حاجة بعد كده تكون ماشية معاك بمنتهى البساطة. هنركن دي كده على جنب وهنجيب واحدة تانية plane تانية وهنخلّيها 3 في 4. فأنت عندك المقاسين دُولة هم مقاسين البوص، اللي أنت تقدر تشتغل على دوّة وتقدر تشتغل على دوّة بمنتهى البساطة. ودول أشهر مقاسين، ولكن طبعًا أي عميل تاني هييجي يقول لي عندي مقاسات تانية هافهم منه إيه هي المقاسات، دي بيسموها مقاسات الأرضية، بافهم الأرضية مقاساتها قد إيه. وفي نقطة هنا أنا حابب أتكلم فيها جدًا، وهي دلوقتي لو أنا عملت بوص كامل من الصفر tutorial كامل، فأنت هتطبّق اللي أنا هاعمله بمنتهى البساطة، ولكن لمّا ييجي عميل يطلب منك أنت في الأغلب مش هتكون فاهم إزاي أنت عملت بوص tutorial، ولكن هل أنت هتعرف بقى تعمل design لحد ادّاك مقاسات مكان وقال لك وادّاك كل التفاصيل؟ في الأغلب لأ. فأنا هدفي هنا إن إحنا نطلع من الحلقة ديّة حرفيًا أي boss هيقابلنا أيًا كان مقاساته، أيًا كان حاجاته، أنت عارف أنت هتتناقش في إيه ومحتاج تعرف إيه. دي بيسموها مقاسات الأرضية زي ما إحنا قُلنا. وتاني حاجة محتاج تعرفها من العميل وهي الbudget. هو عايز يكلّف كام أو هو ميزانيته كام، عشان ما تحطّلوش material غالية وهو عايز material أقل. يعني مثلًا في material بلاستيك، في حديد، في نحاس، في material كتير جدًا، في برونز، في حاجات بتطبع 3D printing، في حاجات بتتعمل خشب. فأنت بتفهم منه البادجت كام، عشان ما تعملش design هو مش هيقدر يعمله، أو تعمل design وهو أصلًا brand كبير، فتبين البوس أكنه حاجة رخيصة أو حاجة مش ما فيهاش حاجات كتير. فاهم قصدي؟ فأنت محتاج منه تعرف البادجت كام، أو البادجت اللي هو هيصرفه على إنشاء هذا المكان يعني، مش البادجت بتاعك. فاهمني؟ وتالت حاجة محتاج تعرفها وهي المداخل والمخارج. طبعًا أي حد بياخد مكان في معرض أو بياخد مكان في مول أو بياخد مكان في أي حتة، بيكون معاه زي شكل تخطيطي كده للمكان كُلّه. فبيقول لك الناس بتخش مثلًا دي بوابة الدخول ودي بوابة الخروج، والناس بتبقى ماشية حتى الاتجاهات بتاعة السير بتاعة الناس بتكون باينة. فأنت مثلًا مش هينفع تكون عارف اتجاه سير الناس رايح فين وأنت عامل المدخل من الناحية التانية. طب ما أنت مدّي الناس المدخل في الضهر، الناس هتخش لك إزاي؟ هتلِف بقى وهي ماشية؟ لأ. فأنت بتحاول تشوف الناس هي داخلة منين، فبتخلّي المدخل بتاع الdesign بتاعك من المكان اللي هم جايين منه. ورقم 4 هتسأله على الجيران اللي حواليك، وفي الأغلب يعني لو أنت مثلًا عندك booth بتاع كُتب، هتلاقي اللي حواليك بيبيعوا كُتب. لو أنت مثلًا booth gaming فبتلاقي كل اللي حواليك gaming. لو أنت مثلًا حاجة ليها علاقة بالshoes أو البرفان أو الكلام ده، فبتلاقي اللي حواليك من نفس النوع. أنت بس بتسأله مين اللي جنبك عشان تعرف هم design يعني عاملين إزاي، أو هم هيبقوا واخدين حيّز قد إيه عشان خاطر ما تتعارضش معاهم، أو المدخل بتاعك يكون جنب المدخل بتاعهم فيبقوا المدخلين جنب بعض شكلها مش حلو. ممكن أنت تبعد بالمدخل بتاعك، تسأله بس هل هو عنده معلومات عن الجيران أو لأ. وبعدين التقفيل بقى اللي هو إيه، هل هو مثلًا افرض هو عايز يقفل الجنب ده من عند الجار مش عايز هو يشوفه، أو عايز يسيبه مفتوح والاتنين يكونوا شايفين بعض، أو هو عايز سقف عايز يقفّل السقف فيحط light أو إضاءة في السقف، أو هو مش عايز يقفل السقف، وهنشوف دلوقتي أمثلة على حاجات مقفولة وحاجات مفتوحة وهكذا. فأنت بتفهم منه التقفيل هيبقى معمول إزاي، يعني هو عايز جنب يكون مفتوح، أو هو برضه سايب لك الحتّة دي أنت براحتك يعني ليك الحق فيها تضبّط أو تقفل جنب أو تفتح جنب، براحتك زي الفل. وسادس حاجة ودي الأخيرة قبل بقى ما نخش نتكلم على إزاي تعمل الحاجات دي كلّها،
أنت بتسأله على طلبات العميل، طلبات العميل بقى اللي هي زي إيه، زي أنت بتفهم منّه هل هو مثلًا عايز شاشة عرض موجودة في الأول، هل هو مثلًا عايز رفوف لو الحاجة بتاعته مثلًا ليها علاقة بالmakeup أو ليها علاقة بعسل النحل مثلًا فعايز رفوف عشان خاطر يحط فيها عسل النحل ويكون باين، أو مثلًا هو عايز البوست يكون شكله عامل إزاي، شكل تخيلي. كل واحد شغال في مجال بيكون عنده خلفية يعني أكيد شاف حاجات زيه كتير قبل كده، فأنت بس بتقعد بقى تدردش معاه في الطلبات بتاعته، عايز هو مثلًا شاشة كبيرة، عايز يكون في لابتوب موجود، عايز يكون في حاجة زي مثلًا الناس تقدر يعني مثلًا لو أنت جيت دخلت على post بتاع موبايلات Apple هتلاقيهم حاطين موبايلات الناس تجربها عادي، يعني حاطين موبايلات الناس تجربها عادي، فأنت بتفهم منه ده عشان خاطر تراعيه في التصميم، أو مثلًا هل هو مثلًا عنده حاجات أنتيكة مثلًا، فمش هينفع حد يلمسها عشان لو اتكسرت هتكون في مشكلة، فأنت بتحطها في حاجة إزاز، فبتراعي دوّة، فبتحط حاجة إزاز وبتعمل حواليها كده زي حيّز عشان ما حدش يقرّب منها، بتفهم منه كل يعني بتفهم منه طبعًا الطلبات بتاعته كلّها، تفهم هو عايز يعمل إيه، وبعد كده خلاص أنت دلوقتي بقيت عارف إيه هي المقاسات والbudget بتاعته إيه، والمداخل والمخارج والجيران والتقفيل، وطلبات العميل كلّها، أنت خلاص جمّعت الفكرة كلّها. تعالَ بقى دلوقتي نبُص على أمثلة حيّة لpost اتعمل قبل كده. ونبُص عليه كده من جوّه نشوف إزاي هو راعوا كل الحاجات اللي إحنا لسه متكلّمين فيها ديّة. إحنا هنا عندنا في المثال دوّة لو جينا بصّينا عليه من كل الجوانب هتلاقي إن في هنا زي في كراسي، في ترابيزة، في هنا المكان ده، فأنت من النظرة الأولى كده هتعرف إن المكان ده هو مش هدفه يبيع حاجة من المكان، هو بس في أماكن بتكون موجودة للتواجد، يعني مثلًا زي مؤتمر زراعي، زي أيًا كان، وهنا في نباتات، فهو أصلًا ده أصلًا حاجة ليها علاقة بالنباتات وحاجة زي كده. فلو جيت كده دخلت على الrender طبعًا باستخدم HDRI عشان تبيّن الحاجة اللي أنا عايز أعملها، هابُص عليه من قدّام، ده شكله من قدّام، ده ممكن يكون برواز أو ممكن تكون شاشة على حسب الclient طالب إيه، وهنا كده عندنا من الجنب حاجات طبعًا بقى بتكون هنا تحط صور الbrand سواء هو عايز يحط صوره هنا، عايز يحط logo كبير في الخلفية، عايز يحط logo هنا، عايز يحط حاجة على الترابيزات زي مثلًا الماكت اللي بيكون موجود هنا أو على الترابيزة whatever أيًا كان أنت بتفهم منه هو عايز إيه، ولكن بُص التصميم بتاعه بسيط جدًا، مريح للعين، هنا كده دي كده سبوتات الإضاءة، وهنا هو في الsimple خالص هو ما فيهوش تقريبًا أي حاجة، دي حاجات إزاز. طب أنا دلوقتي وأنا بamodel أقدر أستخدم حاجات جاهزة، بالتأكيد تقدر تستخدم حاجات جاهزة، لو أنا مثلًا جيت هنا دخلت على blender kit ورُحت مثلًا جاي عند الmodels كتبت screen تمام، ودوست هالاقي جاب لي شاشات حاجة زي كده، طب لو جاب لي حاجات مقفولة زي كده أعمل إيه؟ أخش على blender kit وهاجي عند الsearch بتاعه أقول له عند الassets أقول له free first يعني هات لي أبو بلاش الأول، هيجيب لي شاشة زي كده، شاشة زي كده، مثلًا دي تحفة ممكن أستخدمها في أيًا كان whatever أي حاجة، وطبعًا لو عايز كراسي هاقدر أجيب كراسي، هاقدر أجيب ماكيت زي كده، لو كتبت أصلًا بوث هنا كامل هيجيب لي مثلًا تعالَ نشوف كده مثلًا لو جيت دخلت عند الscenes وكتبت booth هاشوف هيجيب لي إيه، هيجيب لي حاجات أقدر أستخدمها مثلًا دي ينفع تتحط بدل الكراسي الموجودة، ممكن أستخدم حاجة زي كده، 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 دي طبعًا تنفع تتحط جدًا، وإيه تاني مثلًا، في حاجات كتير أقدر أستخدمها، مثلًا لو جيت حتى في الassets نفسها كتبت booth هالاقي في الscene حاجة زي كده، ده مثلًا حاجة تحفة، هاقدر أجيبها وأحطها في المكان بتاعي، مثلًا نزّلتها كده، فمجرد ما ضغطت عليها هي نقلني لscene تاني خالص، وفيه الكاميرا وفيه نفس الكلام اللي أنا لسه شايفه، وده حاجة للتجميل، طبعًا هاقدر آخد ديّة وأخش على الUV وأغيّر، أحط الlogo بتاع الclient بتاعي، طبعًا بعد ما باورّي له وباقول له إن دي حاجة جاهزة يعني مش أنا اللي عاملها من الصفر، حتى لو هي بتتعمل من الصفر هي ما فيهاش أي حاجة صعبة، ما فيش أي حاجة صعبة في الموضوع دوّة، لإن لو جيت كده بصيت شايف modeling بسيط جدًا، ده اللي أنا كنت باتكلم فيه، إن أنت طول ما أنت بتmodel booth أو حاجة زي كده، بيكون الموضوع بسيط، دي مثلًا تتحط في مكان دي برضه هي، ولكن بشكل تاني الrender بتاعك مع الإضاءة الHDRI بتطلّع الشكل بتاعك بمنتهى البساطة. هنا مثلًا حاجة أكبر شوية، ده shop كبير، مكان واخد في mall، طبعًا لو جيت بصيت كده على مصادر الإضاءة، في إضاءة من المنتصف وإضاءة من هناك، وإضاءة من الجوانب ديّة، وإضاءة من الجوانب هنا. ولو جينا مثلًا بصينا من قدّام ده المدخل بتاعه، فعندنا ترابيزة 2، 3 وعندك كراسي للناس اللي ممكن تكون هنا بتتفرّج على شاشات، وهنا في الكيك والحاجات اللي زي كده. طبعًا فده كده يعتبر هو مكان بيبيع بُن وكافيه بمنتهى السهولة، فلو جينا كده شُفناه في الrender هتلاقي شكله عامل كده. طبعًا دي الكراسي وأغلبها برضه بتكون assets جاهزة، أنت بس استخدمتها، وهنا الصور بتاعة الbrand أو الحاجة اللي هو عايز يحطها بتحطها في الخلفية. modeling كل حاجة فيه بسيطة جدًا.
تمام، هنا أكياس القهوة اللي هو بيبيعها وهكذا. ولو جينا بصينا كده من الخلف نفس الكلام، من فوق هو متضبّط ما فيهوش أي حاجة، ودي الأرقام بتاعته. يعني عندك كده هنا زي ما قُلنا المدخل اللي قدّام، وهنا الناس اللي شغّالة في المكان هتكون واقفة هنا، ده الحمام والخزانة وحاجات زي كده، بمنتهى البساطة. فأنت بس بتكون عارف الناس هتخش منين وهتخرج منين، ممكن ييجوا منين، ممكن هو الجوانب بتاعته متقفّلة منين ومفتوحة منين. ولو دخلت كده على موقع زي free big وجيت كتبت post 3D هيدّيك شوية أفكار. لو أنت مثلًا عندك block art ومش عارف أفكارك هي هتكون عاملة إزاي، ممكن تخش هنا كده تتفرّج. أنا ما أظنش إن في أي حاجة من دول صعبة كmodeling. وطبعًا الAI يقدر يساعدك لإن الAI بيعمل generation زي كده، وأنت هتاخد الmodel ده تعمله أنت. ولكن بالتفاصيل بقى يعني أنت هتاخد الفكرة بتاعة الAI وهتطبّقها على العميل بتاعك محتاج إيه، زي ما إحنا كده بنتفرّج. مثلًا عندك حاجة mock up جاهزة ممكن تحط الصورة هنا على طول، ولكن ده شغل بيكون graphic designer. لكن أنت دلوقتي شغّال 3D artist، ف3D artist بقى بيعمل حاجات زي كده. ده مثلًا بفلوس ممكن تعمل أصلًا أنت post. لو أنت عندك أفكار كويسة ممكن تعمل post كويسة وتنزّلها على free page للبيع بمنتهى البساطة. عندك حاجة زي كده أنا ما أظنش إن ده ممكن حد ياخد فيه نُص ساعة مثلًا، ده بُص ما فيهوش حاجة يعتبر. ده مثال على الموبايلات زي ما إحنا اتكلّمنا، عندك حاجة زي كده، حاجة فيها color زي كده. لو جيت بصّيت هتلاقي التغذية البصرية مهمة جدًا عشان خاطر تعرف إيه، تعرف تموديل أي حاجة بعدين. وأخيرًا ممكن نشوف مثلًا مثال زي كده كنوع من أنواع التغذية البصرية. مثلًا لو جينا شُفناه من قدّام وجبنا الrender هتلاقي إن هي في مساحة للناس إن هي تُقف فيها، في مساحة للشخص الأولاني، في مساحة إن الناس تجرّب الحاجات. في نفس الوقت الأشكال اللي فوق من بعيد أوي هتشد الشخص اللي جاي من بعيد عشان ييجي يشوف حاجة زي كده. أتمنى في ال10 دقايق اللي فاتوا دُولة تكون استفدت حرفيًا من كل حاجة. أنا بس مش هدفي إحنا النهارده ما عملناش post modeling معيّن، ولكن لو حد عنده فكرة post عايز يعمله ممكن يبعته لنا على قناة تليجرام اقتراحات يعني. وأنا هاكون مبسوط جدًا وإحنا بنعمل modeling من الصفر لحاجة زي كده. ولكن أنا بس النهارده كان هدفي في ال10 دقايق دُولة إن أنت تجمّع الفكرة كلّها. لمّا عميل يطلب منّك حاجة تتكلّم معاه في إيه، أو تكون إيه الحاجات اللي أنت ممكن تركّز عليها عشان يعرف إن أنت فاهم وخلاص تاخد الشغلانة يعني. شكرًا ليكم، وما حدّش ينسى يعمل لايك لإن اللايك بيساعد في انتشار الفيديو. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.